اوعدكم بعد الفيديو ده مستحيل تشتروا السمك المشوي تاني من بره. ده سمك مشوي في البيت مهما وصفت لكم طعمه كان عامل ازاي، وطبعا من غير ولا نقطه دخان. مستحيل علشان استمتع باكله سمك ابهدل الدنيا. الاول السمكه بجيبها فريش وتجمد، بعدين بفرشه عندي مخصصه للسمك بروح غسلها كويس جدا بالشكل ده. السمك عندي البلطي لازم علشان الرده تمسك فيه ما بكونش شايله عندي القشور من بره. بعد ما غسلناه غسله حلوه وصفيناه، تعالوا بقى نركنه على جنب ونشوف هنستخدم ايه. السمك المشوي عشان يطلع حلو جدا محتاج تتبيله حلوه جدا وكمان حشوه حلوه. الاول هنبدا بالتتبيله. طبعا اساسي انا عندي قرفص فيه تتبيله السمك، وفلفل احمر وفلفل اخضر يكونوا حامين، وما تقلقوش من ان هم يكونوا حامين. وعندي هنا خضره بقدونس وكزبره. هقطع كل ده وهعصر عليهم ليمون بقى. وطبعا السمك طبعا يحب التوم الكتير، فهحط بقى عندي هنا توم كتير وكمان خل، ومش هستخدم بهارات غير ملح فلفل اسود وكمون وبس كده، شكرا. اما بقى الحاجة اللي انا مش بتنازل عنها ابدا في تتبيلة السمك هي المستردة. دي رشة شطة عادية ممكن تستغنوا عنها. المستردة يا جماعة بقى في تتبيلات السمك مش عايزة اقول لكم قد ايه بتدينا طعم حلو قوي قوي قوي. مش عايزة اقول لكم لو جربتوها انتوا هتحسوا قد ايه فرق في طعم السمك. هنضرب كل ده بقى كويس جدا، ودي التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك عموما، سواء هنقليه هنشويه هنعمله صينية اي حاجة. هنا بقى انا رحت شايله جزء وجبت الجزء التاني حطيته عندي هنا في البوله، تبلت بيه كل السمك وبعدين ركنته على جنب. وفي نفس البوله هنا بقى هحط ايه بقى؟ بصل ببشره بشر ناعم كده على الخشنه، مش على الناعمه قوي، بس ببشره مش بقطعه. وبعدين اجيب الجزر وكمان ببشره. عايزه بقى ازود الكرفس، عايزه ازود الثوم، عايزه ازود الليمون، الخل، الملح، الفلفل الاسود، بزود كل حاجه عندي انا عايزاها. وكمان بزود المستردة وبقلب كويس قوي بقى عندي هنا، واحط عصير ليمون وكمان خل. وبعدين هجيب السمك بعد ما سيبناه في التتبيله مثلا ساعه ساعتين في التلاجة زي ما انتوا عايزين، وبعدين احشي بقى القلب بتاعه بالخلطه دي كلها. ادعوا لي على الخلطه دي هتتاكل قبل السمكيه. هنجيب بقى عندنا هنا الرده او نخاله الدقيق، هنحط بقى الرده عندنا هنا في طبق كبير، ونجيب السمك على طول بعد ما نحشيه نقلبه بقى في الرده دي ونحطه في طبق علشان يجهز يدخل الفرن. تعالوا اكلمكم بقى عن التسويه. على فكره الرده او نخاله الدقيق ممكن نجيبها من اي فرن بلدي، ماشي. هكلمكم عن التسويه بقى عشان دي مهمه جدا. الفرن عندي هنا انا كنت مشغلاه قبل ما ابدا خالص في السمك ومسخناه على اعلى درجه حراره، فهطلع الصاج بتاعه هلاقيه سخن جدا جدا. هرصص فيه على طول السمك، ده مهم جدا يا جماعه عشان السمك عندي يستوي الصح وما ينشفش معايا وما ينزلش ميه وما يلزقش، مهم قوي. وبعدين ارجع على طول ادخل الصاج تاني في الفرن وعلى اعلى درجه حراره، هسيبه يستوي لحد ما يستوي. بقى تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هحط طماطم على بقيه التتبيله واحط جزر تاني، اوكي. وبعدين هروح ضربهم كلهم في الكبه، وبرده ادوق كده احتاجت حاجه هحطها، ما احتاجتش خلاص هاخد نص الكميه في طبق واحط عليه خيار كتير واحط عليه بصل وطماطم كتير. وبعدين هنقلب كل ده. انتوا كده خدتوا سلطه خطيره هتعجبكم جدا جدا، سلطه تحفه. لو جربتوها انتوا مش هتبطلوا تعملوها جنب كل اكلات السمك. اما بقى باقي التتبيله فانا بقى هستنى السمك الحلو بتاعي اول ما يستوي وريحته تبقى خطيره كده من غير ولا نقطه دخان. هبدا بقى اروح مزوده الخلطه دي بشويه خل وليمون، واروح مسقسقه بيها كل السمك ومدخلاه تاني 10 دقايق يطلع لنا بقى. يا نهار ابيض على الحلاوه، مش عايزه اقول لكم السمكيه بتطلع عامله ازاي، طعمها خطير، متبله جوه وبره، مستويه على الشعره. ونسولي بقى اي محل سمك تاني دقتوا منه السمك المشوي ده بعد ما هتجربوا السمك بالطريقه دي. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وكومنت وشير كتير عشان يوصل لناس اكتر. بحبكم من كل قلبي، والله استنى رايكم.